سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر كو فوزالي بيان. اليوم غادي نوجدوا اونصومبل كيف شفتوا في العنوان كيك بالمول العجيب بالكريم الكراميل. كيجي رائع وهائل جدا وبمكونات سهله وعاديه. بقاو معنا نوريكم المقادير اللي يخصونا 3 البيضات، هاد لي بيبيت دو شوكولا هكذا شي 3 المعالق، كاس الزيت، كاس الحليب ديال العنبه وكاس السنيده نفس العبار كلهم ديال العنبه، وقبيصه الملحه وجوج خمارات ودقيق حسب الخليط. اللي بغى يدير هكا الكراميل، انا عندي لاغوم ديال الكراميل غندير منها شويه. اللي بغى يدير نكهه ديال الفاني العاديه الساشي يديرها. بغى اللي عنده قشور ديال الحامض اوسي يقدر يديرهم، مهم على حساب الذوق. دابا نبداو على بركه الله. دونك نبداو على بركه الله، نبداو بعدا بالكيك. ابخي الكيك عاد نصيبوا الكريم كراميل اونصومبل. باش غادي نبداو غنديروا البيض. بسم الله. 3 البيضات هما الاولى. شوفوا معايا 3 البيضات غادي نضيفوا عليها سنيده، قبيصه الملحه، غير قبيصه صغيره د الملحه. وانا غادي ندير لاغوم ديال الكراميل. اللي ما عندوش يدير كيف قلت لكم فاني اولا، كيبقى الاختيار على حساب الاختيار باش يدير النكهه. دابا البنات كيف ما كتشوفوا معايا ناخذ الخلاط الكهربائي. اللي عنده هذا يستعملوا، اللي عنده الاخر العادي يقدر يخدم به حتى هو. صافي غادي نبقى نخلط على هذه الطريقه حتى يتجانس ليا الخليط مزيان. البنات غنبقى غادا على هذه الطريقه نخلط حتى يبان ليا البيض طلع والخليط جانس مزيان. ومن بعد غادي نبقى نزيدو دقيق شويه بشويه، نضيفو معاه الخمارات حتى هما. انا غنوريكم الطريقه. هنا البنات غنبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه ونضيفو عليه الخمارات او ميم طون، وتبداو تغربلو وتخلطوا او ميم طون. هكذا كيضمنوا يجيكم الكيك ديالكم خفيف، وكتفاداو يخرجوا لكم هذوك الكويرات ديال الطحين في الكيك ديالكم. صافي غادي نبقاو غاديين على هاد الطريقه نخلطوا ونضيفوا الدقيق حتى نحصلوا على الخليط اللي بغينا. فوالا البنات كيف ما شفتوا ها هو الخليط ديالنا واجد. غنبدا نضيف عليه دابا لي بيبيت ديال الشوكولا هادو اللي كنديروا في الكوكيز. وهذا غنبداو نضيفوا 3 المعالق كبار. غنضيفهم غير بالسباتول، ما تحتاجوش الطراب بحال هكذا. جربوا البنات هاد الكيك هذا غيحمقكم فريمون، كيجي لذيذ خاصه اللي عنده لاغوم ديال الكراميل كيجي فيه زوين احسن من الفاني زعما ساشي. وهذا صافي البنات ها حنا دابا حركناه. شفتوا لا تكتشور ديالو البنات كيجي هكذا عاقد شويه كيف كتشوفوا بحال الكيك العادي. دابا غندوزو ناخدو المول باش نسكبوا فيه الخليط. المول العجيب كيف كتشوفوا دهناه من قبل ودرنا فيه الزبده والطحين، ودابا غنسكبوا فيه الخليط.
فوالا البنات، من بعد ما سكبنا فيه الخليط دابا غنحطوه في الفوغ. بعد ما طيب غندوزو نوجدو لا كريم اللي غنجي فوق منها. بقاو معايا. لا كريم كراميل اللي غادي نصايبو سهله جدا. نص لتر الحليب ها هو درتو هنايا. غادي نضيف عليه 3 المعالق ديال النشا، 3 المعالق ديال النشا كيف كتشوفوا. وغادي نضيف عليه فلون. هاد فلون عادي، انا كندير هذا، غديروا جوج. بحال هكذا كيف كتشوفوا. غادي نحتاجو اوسي انا كيف قلت لكم عندي هذا الكراميل، لاغوم ديال الكراميل غنضيف عليه شويه. كينسمى بواحد الطريقه زوينه. وغادي نضيف 3 المعالق وغنحركو عادي، و3 المعالق ديال السنيده. وغنبقاو نحركو هكذا بهذه الطريقه. قبل ما تشعلوا عليها البنات حركوه مزيان. كتشوفوا البنات مزجت الخليط مزيان. دابا غادي نشعل على البوطه هكا على نار مهيله، وغنكمل نبقى نحرك على هذه الطريقه حتى يعقد لينا الخليط. نبقاو غاديين على هذه الطريقه حتى يعقد لينا الخليط. البنات انا مستمره في التحريك. ملي غيبان لكم بدا يعقد غادي تدفعوا عليه. انا راه بدا يبان لي راه كيرقد شويه. صافي البنات انا بدا يبان لي راه كيرقد. صافي نحيدو من فوق النار. عقاد دابا. صبروا نوريكم لا تكستور ديالو دابا. هانتوما البنات شفتوا راه عقاد. شوفوا كي ولا. تشوفوا على هذا الشكل. زولوا من فوق النار وغندوزو نصبروا عليه يبرد شويه باش نضيفوا فوق الكيك. راه الكيك خرجته من الفرن. انا غادي نوريكم ليطاب الثالثه بلوتو. شوفوا لي الكيك كيخرج هائل. عرفتي جربوا هذه الوصفه وتفكروني غادي تحماقوا عليها. ولا جا عندكم هكا الضياف ولا هذا تحمرت الوجه زعما كوم ديسير بحال هكذا. فوالا هذا الخليط غادي نحاولوا نكبوه قبل ما يعقد بزاف، حيت الا مشى تعقد بزاف قلت لكم الا عقد بزاف غادي يجيكم صعيب هكا باش تضيفوه. بحال شتي فوالا كيولي بحال. دونك حاولوا غير هكا يبرد شويه ضيفوا عليه. غادي ندوز باش نزين. بقى لينا دابا غير التزيين. فوالا هائله. غندوز نزين هاد الجناب باللوز افيلي ونرجع لكم باش نوريكم النتيجه النهائيه. الشيء اللي بقى لكم هنا في الكاسرول غادي تديروه هكا في جنيبات هنايا وتايطاليو مزيان باش تضيفوا اللوز افيلي في الجناب باش يلصق مزيان بحال هكذا على هاد الطريقه.
وغندوز باش نزينها باللوز ايفيلي. ها هو حمرته من قبل البنات، كيف كتشوفوا حمرته شويه هكا في الفران. اللوز ايفيلي عادي كتخشيو في الفران، ملي كتجبدوا الكيك خشيوه دغيا يتحمر. ونديرو هكا في جنيبات غادا على هاد الطريقه. من بعد ما كملت وزينته كله باللوز ايفيلي، شفتوا كي كتجي رائعه. دابا غادي ندوز نحطها في الثلاجه باش تبرد شويه ويكرم هاد الفلون اللي فيها هاد لا كريم كراميل. ومن بعد ندوز نوريكم ملي غادي نقدمها ونقطعها كيفاش كتجي في التقطاع. شوفوا هي كيف غزاله، شوفوا سهله ورائعه وتحمرت الوجه. الصحه والراحه يا البنات. دابا غندوز نحطها باش تبرد. البنات قلت علاش لا نضيف عليها داك الشوكولاط اللي كان بقى ليا على هاد الطريقه، قلت نصور لكم ما يجي زوين هكذا. هانتوما البنات كيف جا رائع. كنتمنى تجربوه. انا دابا عاد غادي نحطها تبرد ومن بعد نرجع معكم باش نقطع لكم ونوريكم كيف جات. البنات فوالا ها هو الكيك من بعد ما قطعته لكم، نوريكم كيف كيجي من الداخل. نتوما شوفوا معايا كيف كيجي، شوفوا ليا غزال الشوكولا والفلون والكيك. هانتوما كيجي رائع. الصحه والراحه البنات، ونتمنى تجربوا الكيك وتردوا عليا وتقولوا لي كيف جاكم. سلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنسوش اللايك، اللي ما مابونيش يضغط على زر ابوني. ومرحبا بكم معنا باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله.